دايما يقولوا المنتجات مفيش منتجات بديلة ومش عارفة ايه، مفيش حاجة بديلة لحاجة. لا، في بديلة. طالما انتي بتدوري وبتشوفي وعايزة تعرفي ايه البديل، لا في بديل. انتي بنفس المكونات موجودة في منتج تاني، نفس المكونات انتي بتستعمليها في المنتج بتاعك ومتعودة عليه موجودة في منتج تاني، فالمنتج التاني ده بديل عن المنتج ده، وكمان منتج مصري. وعلى فكرة الشركات مصرية كتير قوي، بس الواحد ما بيدورش، والشركات دي بتعمل كواليتي عالية جدا وكويسة جدا واسعارها تنفع لنا. انا النهارده هقول لكم على منتجات بديلة للمنتجات الغالية. قبل ما ابتدي الفيديو اعملي لايك الفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين. اي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، او على انستجرام فيسبوك وكمان سناب شات موجودين تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي باول منتج. كل الناس اللي بتستعمل سيرافي الشكل ده، طبعا سيرافي ليه كذا شكل وكذا منتج وكذا حاجة بس من الكريمات يعني، بس الشكل الموجود على الشاشة ده المربع ده او المستطيل، هو ده الناس اللي بشرتهم الدهنية مايلة لمختلطة، وكمان من الجافة للعادية. هو ده ينفع ده لان الملمس بتاعه خفيف قوي. بس انت لو بشرتك دهنية جامد جامد قوي متستعمليش الكريم اللي انا هنتكلم عليه ده. هايدرنسا دي شركة مصرية، الكريم ده حلو جدا بس تقيل سنة، يعني مش خفيف، تقيل سنة. المكونات بتاعته قريبة من سيرافي جدا جدا. ده موجود في صيدليات اللي عايزة بيه اكتر. انا ما اعرفش صيدليات تانية، فانتوا ممكن تخشوا بقى على النت وتسالوا وكده والجو ده. تاني حاجه طبعا كله بيسالني عن كريم الشمس. طبعا احنا داخلين على الصيف، كله في ناس كتير قوي متعوده على لاروش بوزيه ومنتجات لاروش بوزيه، وانا شخصيا منهم. فلقيت بقى لاين تحفه جميل جدا جدا، صن بلوك بتاع فيكيشن. جربت منه السبراي وجربت منه الكريم، خطير 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 خطير، لسه مجرباه عجبني قوي، حبيت اقول لكم عليه. طبعا حلقه عن كل كريمات الشمس واتكلمت عنهم بالتفصيل لجميع انواع البشرات والاسعار وكل حاجه، بس ده لسه جديد ومجرباه عجبني جدا، وهتكلم ان شاء الله عنه بالتفصيل اكتر، بالذات السبراي خطير. السبراي تحفه، بس الناس اللي عينيهم حساسه ما ينفعش معاهم خالص. بس نصيحه، ده يتجدد كل ساعتين، ما تعتمديش عليه زي لاروش بوزيه. لاروش بوزيه بيقعد 4 ساعات، لا احنا الشركات المصريه عشان نبقى على نور كده، الحاجات دي بتقعد ساعتين وتجددي بعد ساعتين، ما تقعديش فترات طويله. الجلافز بتاعت الاستحمام بتاعت سوبينج جلوري دي طبعا حلوة جدا، بتقشر الجلد الميت وخفيفة على الجسم، وبصوا خطيرة، أنا بحبها جدا وجميلة جدا. بس في بديل ليها، دي موجودة ب2 جنيه ونص أو محلات 2 جنيه ونص. الجلافز الواحد ب12 جنيه زي ما انتوا شايفين على الشاشة كده، ممكن تجيبي الاتنين ب24 جنيه، بيدوا نفس النتيجة بالظبط. أنا مكنتش عارفة عنها حاجة، طبعا رحت اشتريت الغالي، فليها منتج بديل، فالبديل ده كويس جدا ومعقول جدا ونفس الكواليتي أو نفس المهمة هي بتأديها بالظبط. فده عجبني جدا، كمان سعرها حلو، سعرها حلو قوي قوي. تاني حاجه معانا طبعا هو فيتشي. طبعا كل الناس بتقول فيتشي ده اكتر من رائع طبعا لاصحاب البشره الدهنيه. البديل بتاعه ديرما اكتف. ديرما اكتف نفس كل المكونات اللي موجوده في فيتشي، وكمان بربع سعرها. انتوا عارفين فيتشي دلوقتي واصل كام؟ انا مش هاخدكم، بس بخشوا اتفرجوا. فديرما اكتف عامله نفس المنتجات دي بالظبط او نفس المكونات بالظبط، وبتديكي نفس النتيجه اللي انت عايزاه. وفروا فلوسكم لان في منتجات كتير قوي مصريه كويسه والله. وفعلا كل حاجة في الدنيا ليها بديل، ونفس المنتجات ونفس الكواليتي ونفس كل حاجة، وبجد بسعر معقول جدا. أروع الغسولات اللي جربتها في حياتي ستوب جلوري، أكيد سمعت عنه، ده فيه فيتامين سي حلو جدا جدا جدا. طبعا الغسول اللي بديل ليه هو ستارفل، ده بيفتح جدا جدا البشرة، وفيه نفس المكونات ومكونات حلوة جدا جدا، زائد ان ممكن تستعمليه لجسمك او تستعمليه للاندر ارم، بيفتح بسرعة جدا جدا. ده اداني نتيجة خلال اسبوعين، حسيت وشي منور كده وفي نضارة، فده عجبني جدا واعتمدته برضو في وقت لما بحس وشي بهتان، وبالذات في فصل الصيف. اي حاجة فيتامين سي واي حاجة تفتيح هاتيها، لان احنا وشنا العامل في مصر او الجو في مصر احنا بنسمر بسرعة جدا جدا، فلازم الحماية تكون عالية. الغسول بتاعك يكون تفتيح، وكمان السيرم بتاعك يكون فيتامين سي، وكمان يكون اللوشن او الكريم اللي هتحطيه على وشك يكون فيه نسبة من فيتامين سي. ده هيعلي الحماية جدا وهيديها نضارة ويحميها من آثار الشمس واللي بيحصل من التهابات الشمس. كل الناس اللي بتستعمل المرطب او مش المرطب، الجل بتاع فارماستي. فارماستي طبعا البديل بتاعها بوبينا. كل الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها جل لان نسبة الدهون في جسمهم عالية، بوب او التهابات، بيستعملوا الكريمات اللي فيها جل. بس انا شخصيا مش بحبها خالص، يعني مش عارفة ليه ما بحبهاش، بس البديل بتاعها من موبايلة للناس اللي طبعا بتحب المنتجات اللي فيها
فيها جل اكتر. انا بنصح دايما بالكريم، والكريم ده احلى حاجه، فحبيت بس اقول لكم عليه لو انتوا من الناس اللي بتحبوا المنتجات اللي فيها جل. بوبانا كويسه جدا جدا جدا، والفتره اللي فاتت عملت كذا حاجه كده عجبتني قوي قوي. المرطبات الجامده الحلوه اللذيذه اللي فيها كل المكونات اللي احنا بنحبها بتاعت ذا بودي وركس، صح ولا ايه؟ يا رب افتكر، بس انا هحط صورتها على الشاشه. دي المرطبات الجامده جدا اللي ريحتها حلوه كل حاجه. لا في دلوقتي لاين، وانا اكتشفت اللاين ده انا مش عارفه ازاي، وحياه ربنا بتاعت بادي لاشز. دي لازم بنفسك تروحي كده تشوفي المرطبات وتجربي بنفسك وتشوفي بنفسك، بجد لازم تعرفي الروايح ايه، لان انا في حاجات عجبتني وفي حاجات ما عجبتنيش، بس الكواليتي والكريم ملمسه لا حلو قوي قوي قوي. والسعر تخيلوا كام؟ 60 جنيه. لكل الناس اللي زي حالتي مدمنين الليب بالم بتاع الهارد كور بتاع ايسينس، دي بالظبط بالظبط وشبهها جدا 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 بتاعه بوبانا اللي فيها لون الاحمر بالظبط. هي نفس كل حاجه، نفس المكونات، كل حاجه نفس الترطيب نفس الشكل، كل حاجه مفيش فرق. بس دي سعرها طبعا بتاعه ايسينس دلوقتي 150 200 جنيه، وبتاعت بوبانا في حدود 45 جنيه 65 جنيه. فحلوه جدا جدا، جربوها هتفرق جدا للناس اللي بتحب الليب بالم. شبهها بالظبط، تيبيكال، هي بالظبط. واخر حاجه واهم حاجه اللزقات بتاعه الحبوب، عشان بلاقي بنات كتير بتروح تشتري لزقات الحبوب الغاليه جدا، وبشوفها كمان على امازون ونون غاليه، وكمان في الصيدات البديل بتاعها، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا، وسعرها 20 جنيه. انا معرفش انتوا بتجيبوهاش ليه، زي ما انتوا شايفين صورتها على الشاشه دلوقتي. فاشوفكم على خير فيديو جاي، تعملي لايك الفيديو، اشتراك في القناه، فعلي الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. انا اسمي، مستنياك الفيديو الجاي. باي باي.